السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو عن حاجة ظريفة كده. يمكن احنا ما كناش واخدين بالنا منها بقالنا سنين كتير اساسا ولا نعرف حاجة عن الكلام ده، ولكن إذ فجأة كده الواحد بدأ يسمع ان منظمة الأمم المتحدة كل سنة في شهر 3 بيطلعوا تقرير اسمه The Happiest Country in the World، اللي هو أسعد دولة في العالم. انا شخصيا ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها اسعد دوله في العالم، ولكن كنا نعرف ان في دول حلوه الناس مبسوطين، وفي دول الناس ضايعين، وفي حاجات في النص. بس مين احسن ومين اسعد ومين مش اسعد ومين الحاجات دي كلها ما كناش نعرف حاجه عن الكلام ده. ولكن منظمه الامم المتحده بقى لهم كذا سنه بيعملوا الموضوع ده، والسنه دي انا بصيت على التقرير بتاعهم وعرفت ايه هي اسعد دول في العالم وبالترتيب بقى بتاعهم لحد الاخر. فهو ده اللي هنتكلم عليه في الفيديو النهارده. تعالوا اقول لكم على الموضوع ده. التقرير اللي بيتعمل بيتعمل على 149 دولة حوالين العالم كله. في منهم طبعا الدول اللي هي اسعد دول في العالم، ودي بتبقى نمبر 1، والدول اللي ما هماش اسعد دول في العالم ودول بيبقوا تحت خالص. التقرير ده هم بيحسبوه او بيعملوه او بيقيسوه على ايه، يعني ايه هي المعايير اللي تقدر تقول بيها ان الدولة دي دولة من الدول السعيدة ولا من الدول اللي مش سعيدة. ما هو لازم يكون في حاجة، يعني انت هتقدر تقيس الموضوع ده ازاي؟ ايه اللي يخليك تعرف الحاجات دي سعيدة ولا مش سعيدة يعني؟ فدورت في الموضوع ووصلت لان في 6 معايير. ال6 معايير دول هم اللي بيقيسوا بيهم اذا كانت الدولة دي من الدول السعيدة ولا لا. فتعالى هقول لك على المعايير دي قبل ما اقول لك مين هي اسعد دول في العالم. مش هقول لك عليهم كلهم، ده كتير، ده 149، ولكن هدي لك اول 10 دول وهنقول كام دوله كده تانيين برضو في الاخر يعني. فتعالى اقول لك على المعايير دي الاول علشان تعرف ازاي الدوله اللي انت عايش فيها، لو انت قست عليها المعايير اللي هقولها لك ال6 دول، هل فعلا انت عايش في دوله سعيده ولا لا. طيب، اول معيار في المعايير ديت علشان تعرف البلد اللي انت عايش فيها من البلد السعيده او من البلد الثانيه حاجه اسمها الجروس برودكت، اللي هو الناتج المحلي للبلد. وده، طب ده يعني ايه علاقه الناتج المحلي بتاع البلد او الانتاج اللي البلد بتعمله بان البلد تكون سعيده او مش سعيده؟ المفروض يعني ان الناتج المحلي بتاع البلد ده بيتقسم على عدد افراد الدوله. الدوله بتنتج مثلا بترول او محاصيل زراعيه او لحوم والبان وجبن وحاجات، او بتطلع، او في البلد بتنتج ذهب والماظ وحاجات كده. المفروض ان الناتج المحلي بتاع البلد ده لو قسمته على عدد الافراد اللي في الدوله، نصيب كل فرد طبعا كل ما كان اعلى كل ما كانت الناس مبسوطه وسعيده وكل ما كانت البلد اقتصاديا مرتاحه. فده اول معيار. المعيار الثاني وهو متوسط عمر الفرد في الدوله، وبرضه بياخدوا في الاعتبار ده صحة الأفراد اللي في الدولة. فأنت صحتك ومتوسط عمرك دول بيحددوا بيهم مستوى سعادة البلد دي. طبعا لو الناس سعيدة ومبسوطة وطبعا صحتهم كويسة، في علاج، في مستشفيات، الناس ممكن يعيشوا وقت أطول. يعني هنا في إنجلترا، انا من ساعه ما جيت انجلترا هنا في ناس لسه عايشين عندهم 90 و100 سنه دلوقتي، وبيحتفلوا كل كام شهر تلاقيهم بيحتفلوا بناس عندهم ال 110 سنه، يعني ده معديين، ده عاشوا قرن وزياده. ففي بلاد تانية الناس مثلا متوسط عمر الفرد من 50 ل 60 سنه، او من 70 ل 80 سنه، او في دول تانية من 80 ل 90 سنه. فعلى حسب متوسط عمر الفرد، صحته الجسديه، صحته وطريقه معيشته، كل ده بيأثر على مستوى البلد، ان هم بيحسبوا المعيار دوت اذا كانت من الدول السعيده او لا. بقى المعيار الثالث، وبصراحه انا شايف ان ده حلو قوي ومهم قوي، اللي هو السوشيال سبورت، الدعم الاجتماعي. مش شرط ان الدعم الاجتماعي يكون جاي لك من الحكومه. يعني لو انت في ورطه، لو انت مزنوق،
لو شغلك وقف، ما بقاش معاك فلوس، حصل اي دروب، مش شرط انك تعتمد على الحكومة ان هم اللي هيساعدوك، ولكن هو ده جزء من السؤال اللي بيسألوه للناس عشان يحددوا مستوى سعادة البلد. اولا الناس ممكن يقول لك انا لو حصل لي اي دروب او اي حاجة حصلت، انا ما الحكومة انا عارف ان هم هيشيلوني، هيدوني سبورت وهيساعدوني وكل حاجة. ولكن برضو هم بيسألوهم السؤال دوت، ما بيقولوا لهمش طب الحكومة هتعمل لكم ايه، لكن بيسألوهم هل في شخص لو حصل لك اي دروب الشخص ده يقدر يعمل لك سبورت، سواء كان صاحب، قريب، حبيب، زميل، اي حاجه، حد يقدر يقف جنبك في الورطه اللي انت وقعت فيها دي. فطبعا لو الناس في البلد حالتهم مرتاحه، وانت ليك معارف واصحاب وقرايبك ما شاء الله ناس مرتاحين ماديا لان البلد كويسه، هيقدروا يقفوا جنبك ويعملوا لك السبورت حتى قبل ما انت تحتاج تسال الحكومه ان هم اللي يساعدوك. قرايبك واصحابك وجيرانك هم اللي هيساعدوك. المعيار الرابع وهو freedom to make choices، حريتك في اتخاذ قراراتك، وهل القرارات اللي انت بتاخدها انت راضي عنها ولا لا. يعني على سبيل المثال، حريتك انك تختار انت عايز تتعلم ايه، وتقدر تشوف نفسك بتدرس ايه او عايز تشتغل في ايه. حريتك انك تعيش في الاماكن اللي انت عايز تعيش فيها. حريتك انك تصرف فلوسك بالطريقه اللي انت عايز تصرفها. طب ما انت ممكن تقول لي ما انا بعمل الحاجات دي، ما انا بصرف فلوسي بالطريقه اللي انا عايز اصرفها، بتعلم مكان ما هو موجود وخلاص. لا، هي ديت مش اختياراتك، انت مجبر عليها. هي الحكومه بتقول لك دي مدرستك، جبت مجموع كذا، دي كليتك، اشتغلت في كذا، وهتصرف فلوسك في كذا، لان هو دي المتطلبات اللي عليك. حتى لو انت عايز تسافر بفلوسك دي تروح اجازه مش قادر ليه، اصل عندي قسط بتاع مش عارف ايه لازم ادفعه. فانت ما اخترتش، انت مجبر. فاختياراتك هتخليك سعيد ايا كانت هي ايه. ولو طلعت غلط اختياراتك دي انت اللي بتتحمل مسؤوليتها مش البلد يعني. فسعادة البلد بتعتمد على اختيارات الناس في حياتهم الشخصية. اما بقى المعيار الخامس فده حاجة اسمها generosity، اللي هو الكرم. المجتمع اللي انت عايش فيه هل هو مجتمع كريم ولا لا؟ لو شافوا ان انت محتاج هيقفوا جنبك ويساعدوك. طب هل انت نفسك شخصيا اتبرعت مثلا الشهر اللي فات دوت لاي جمعيه خيريه للاطفال الايتام، لمرضى السرطان؟ هل عملت اي حاجه زي كده؟ فطبعا لو انت اساسا عايش مرتاح وعندك القدره ان انت تساعد خيرك هتعمل كده يعني. انما لو انت اساسا تعبان مش هتبقى كريم مع غيرك، لان انت عايز اللي يجي يبقى كريم معاك يعني. فانت بتدور على حد يبقى كريم معاك، مش انت تبقى كريم مع حد، وبالتالي مستوى سعادة البلد بينزل. والمعيار السادس واخر واحد وهو حاجة اسمها الكوربشن، اللي هو الفساد اللي في البلد. ولما بيجوا يعملوا الريبورت، التقرير بتاع الدول السعيدة في العالم وأسعد دول في العالم، بيسألوا الناس هل أنت تتصور ان الحكومه بتاعت بلدك فيها فساد، او ممكن يعملوا اي حاجه فيها فساد؟ فلو انت واثق في الحكومه بتاعت بلدك هتقول لا، استحاله. حكومه ايه؟ لا 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 لا، كل قرارات البلد لمصلحه الشعب ولمصلحه البلد. انما لو انت اساسا يعني عندك ولو ذره شك في ان الحكومه ممكن تكون بتعمل اي حاجه وانت مش مهم، اكيد طبعا هيكون ردك مختلف عن كده. فهل انت تتصور ان الحكومه بتاعت بلدك ممكن يكون فيها فساد؟ ده اللي هتحدد على اساسه اذا كانت البلد بتاعتك سعيده ولا لا. وهم دول الست معايير. اسال نفسك كده الست معايير دول وجاوب عليهم، وشوف كده بلدك سعيده ولا لا. وتعالى بقى هقول لك ايه هم اسعد دول في العالم. هدي لك اول 10 وبعدين هنتكلم عن كام واحده كده بقى بره الموضوع. تعالى اقول لك عليهم. انا طبعت الترتيب بتاع الدول في مستوى السعاده وطبعتهم. فيعني الحاجات اللي عجبتني بصراحه مثلا انت من اول البلد رقم 1 لحد البلد رقم 29 كلها دول اوروبا. وتيجي بقى عند البلد رقم 30 السعوديه. فالسعوديه واخده المركز ال 30 في مستوى السعاده.
طب تعالى اقول لك على اول 10 دول بقى. دوله رقم 10 نيوزيلاند. استراليا اكيد دول مبسوطين، يعني هم ايه اللي هيزعلهم دول اصلا يعني؟ دول المفروض يبقوا رقم واحد. رقم 9 لوكسمبورغ. رقم 8 سويسرلاند. رقم 7 نرويج، النرويج. رقم 6 السويد. رقم 5 نيذرلاندز. ورقم 4 ودي حاجة يعني أنا مش مصدقها بصراحة، إسرائيل. معرفش يعني إسرائيل أساسا في حالة حرب مع فلسطين بقالهم 80 سنة، إزاي يبقوا رابع أسعد دولة في العالم؟ أنت في حالة حرب. ولكن زي ما قلت لك، المعايير اللي قاسوا عليها المواضيع دي لا ليها علاقة لا بحرب ولا بأديان ولا بألوان ناس ولا مين غني ومين فقير، لا، هي دي المعايير. والناس عندهم ثقة في الحكومة وبيقولوا لك مفيش فساد. والناس بيقدروا يتخذوا قراراتهم بنفسهم، والناس بيقدروا يكرموا بعض. الحاجات دي كلها موجودة في إسرائيل، عشان كده هي واخدة المركز الرابع. المركز الثالث الأيسلند. اصلا انا شخصيا ما بعترفش بالايسلاند كبلد اصلا. يعني هي اصلا الايسلاند عباره عن جزيره في وسط الميه متجمده، ولكن في شويه ناس عايشين هناك. ايا كان بقى، هم يعني مبسوطين ومبسوطين بحكومتهم وبلدهم وبعيشتهم وكل حاجه يعني. دي كانت رقم 3 الايسلاند. رقم 2 الدنمارك. صراحه انا احب الدنمارك، حلوه الدنمارك. رقم 1 بقى واول بلد، ودي بقى لها 5 سنين في المركز الأول كل سنة، أسعد دولة في العالم 5 سنين على التوالي أو التوازي أو أي حاجة يعني. فنلندا. آه، أساسا هي فنلندا معروفة بإن هي أقوى دولة في مستوى التعليم. يعني اللي بيخلص ابتدائية في فنلندا يعتبر بما يعادل مثلا اللي مخلص هاي سكول في انجلترا هنا، او اللي مخلص ثانويه عامه في مصر، او اللي مخلص دبلوم في دول تانية، وده بس خلص ابتدائيه. فانت لك ان تتخيل التعليم عندهم عامل ازاي. مستوى الناس حلو جدا. هي الفكره كلها، ودي يعني انا برضو ما اعرفش هي ليه، بس فنلندا اول دوله من الدول السعيده في العالم، وعندهم مستوى السعاده هايل جدا. مش عشان الناس ماشيه في الشارع عمالين يضحكوا كده عمال على بطال، او عندهم هستيريا ضحك، لا، الناس واثقه في بعض، الناس بيساعدوا بعض، والناس واثقه في الحكومه، والناس واثقه في الشركات وفي الشغل وفي الحاجات اللي ماسكه اقتصاد البلد. فده اللي مخلي الناس هناك مبسوطه. اما البلد نفسها ده هي اساسا في وسط القطب الشمالي، متلجه 15 شهر في السنه، وما هم شهر ونص الشمس بس، خلاص على كده. وكمان عندك انجلترا في المركز ال 19. اهلا وسهلا بيكم. يونايتد كينجدوم في المركز ال 19. فرنسا في المركز ال 21. رومانيا 24. زي ما قلت لكم السعوديه في المركز ال 30. ايطاليا 33. اسبانيا 32. المكسيك 36. بولندا 39. لاتفيا 41. لاتفيا يا جماعه من احسن، انا شخصيا نفسي اعيش في لاتفيا علشان مستوى السعاده فيها هناك عالي جدا، يعني ده عندهم حريم مفيش بعد كده. البحرين 42. اليابان 47. البرازيل 49. اليونان 58. هتلاقي حاجات كتير كده. وبعدين بقى تعالى اخدك على الحته المهمه بقى، ماشي؟ عشان كل الدول دي اساسا كتير جدا جدا جدا. تعالى بقى ادخلك على الحته الاخيره المهمه بقى. المغرب 100، مستوى السعاده بتاعها رقم 100. وبعدين احنا طبعا وصلنا لاخر الليست. تعالى بقى عشان هقول لك ايه، ان مصر 121. مصر هي فيها كل
بتاع في بتاع و 121. ف من اتعس دول العالم افغانستان. فهو ده كان الفيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا رب. وعلى المعايير الست معايير اللي انا قلتهم لك دول كلهم، حاول انت كده تفكر فيهم وشوف ان كانت فعلا البلد اللي انت عايش فيها ينفع انها تبقى في المركز اللي قلت لك عليه دوت ولا لا. وهحط لك لينك تحت في الديسكريبشن فيها الويب سايت اللي اتحط عليه معايير السعاده والترتيب الدول بالمنظر ده، وشوف كده الدوله اللي انت عايش فيها تستاهل انها تاخد ترتيب اعلى شويه ولا ننزل بيها تحت شويه. طبعا مصر في ال 121 ده حلو جدا يا جماعه، ارضوا بما قسمه الله. اوكي 121 ده جميل. ولو انتوا شايفين ان مصر المفروض تبقى في مستوى اعلى شويه او اقل شويه، يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات المفروض تبقى في المستوى الكام. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام.